قال السائل: هل يجوز تدريس اللغة الإنجليزية في المساجد أو في ساحاتها أو في ملحقاتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأخ السائل يقول: هل يجوز تدريس اللغة الإنجليزية في المساجد إلى آخره؟ الجواب: لقد حصل في عصرنا هذا غلو كبير في اللغات، في لغات الكفار الفرنسية والبريطانية التي هي المعروفة بالإنجليزية وهكذا، وصار في بعض الأماكن تدرس هذه اللغة من أول الصف، من أول صف ابتدائي، يعني بما لا تدرس ممكن اللغة العربية. وفي بعض المدارس صار، بل هذا كثير، أبناء المسلمين يدرسون اللغة هذه ولا يدرسون اللغة العربية، أو لا يهتم باللغة العربية ولا يعتنى بذلك. حتى أخبرنا أن بعض المدارس تقيم اجتماعات واحتفالات ومسابقات بين طلاب المدارس، وتعد بعض المدارس، يعني نتوقع أن وراءها يعني المنظمات التنصيرية في اليمن، تكون قد أعدت بعض المدارس مجموعة من الطلاب يجيدون اللغة الإنجليزية ما يتكلم إلا بها، فيحصل هذا الاجتماع، وهذا الذي يتكلم باللغة الإنجليزية يعني قد صار مدربا معلما، وذاك الثاني ما عنده شيء، فكأنه يقال هذا انتصر، أي صاحب اللغة الإنجليزية، وهذا هزم، أي الذي ما عنده اللغة الإنجليزية. فيا عباد الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الإكثار من التكلم بلغة غير العرب يجلب النفاق، يجلب النفاق. معنا لغة القرآن، لغة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، المحفوظة، لغة محفوظة حفظها الله، محفوظة وستظل محفوظة إلى قيام الساعة. فكيف نتلاعب بلغة القرآن؟ لا نستطيع أن نفهم كلام الله وكلام رسوله فهما سديدا إلا إذا كنا نتكلم بلغتنا ونعرف اللغة العربية قدر المستطاع. فمن جملة ما انتقد على عمرو بن خالد الضال المنحرف أنه يتكلم مع الناس باللغة العامية المصرية. ازاي وهكذا من هذا الخبر وضيع اللغة العربية. وبعضهم يقول لك أنا أفرح الذي يتكلم معي. يا سبحان الله، تفرح من يتكلم معك بهذه اللغات التي ما لها يعني رصيد ولا لها وزن ولا قيمة، وما تفرح باللغة العربية عندما يتكلم الشخص باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فالمطلوب الحرص على تعلم اللغة العربية وعلى النطق بها وعلى التخاطب بها وعلى الكتابة أيضا بها. مما أذكره من جملة الضياع الحاصل في أوساط المسلمين أن شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله لما ذهب إلى الرياض لغرض العلاج وصلوا به إلى دكتور، فتخاطب مع الدكتور، فالدكتور سمع كلامه فقال: الحمد لله الذي أسمعني رجلا يتكلم باللغة العربية. يا رجال، نحن نبحث كأننا نبحث عن الفقر، أن نكون في المؤخرة، أن نكون فقراء. هذه اللغة كما سمعت هي إلى قبل أيام لغة العالم، لغة الأوروبيين، لغة الأوروبيين يدرسونها من أجل أن يستفيدوا منها. والآن يأتي الوقت الذي تطغى علينا هذه اللغات، كما ترى المعهد الفرنسي والبريطاني والأمريكي لتدريس اللغة وكذا وكذا وأمور. على كل الغلو حاصل في هذه اللغة التي الإسلام لا يمنع من أن يتعلم المسلمون منها ما يحتاجون إليه، لكن ليس على طريقة ما هو حاصل الآن في المدارس من عناية بها وإهمال ومحاربة للغة العربية. أما بقية السؤال أو السؤال في المسجد أو كذا، ننصح للشخص
أن يعرف أن المساجد هذه يؤتى فيها أو يؤتى إليها للعبادة والذكر والطاعة، سمعت هذا ما ينبغي أن يحرص عليه. لكن لو حصل أنه راجع اللغة الإنجليزية في صرح المسجد أو في المسجد لا يكون قد ارتكب إثما.